يا مساء الفل. مساء الفل على كل جماهير نادي الزمالك في كل مكان. لايف جديد. هندردش كده مع بعض فيما يدور على الساحة الرياضية من أخبار وأحداث، وبالأخص أكيد الأخبار والأحداث الدائرة في نادي الزمالك. تحياتي لكل أصدقائي الغاليين. برحب بحضراتكم جميعا، وبعتذر طبعا عن التأخير. مساء الفل صديقنا أشرف علي، أبو عمرو، حازم سيد، أبو آدم، سمير محمود. تحياتي لحضراتكم جميعا. محمد لؤي، محمد جلال، مصطفى، حسين أحمد، عمرو الهواري، أشرف رفع، مصطفى الزبيري، أستاذ هيام عبد الوهاب، سمير محمد، سمير محمود، سهير علي، فريدون كمال من هولندا، جوزيف لمعي، إبراهيم نوار. تحياتي لكل أصدقائي الغاليين، ويلا بينا نبدأ عشان احنا متأخرين. يلا بينا نبدأ. الشيخ مرشدي، أيمن مرزوق، حسني هلال، زينة أحمد، ماهر محسن. تحياتي لحضراتكم جميعا، وهيا بنا. حبيبي أستاذ جلال. يلا بينا نظبط الموبايل التاني. تحياتي لكل أصدقائي على اليوتيوب، برحب بحضراتكم ولايف جديد. معانا ايه في اللايف النهاردة؟ في جزءنا الأول إرهاب جماهير الزمالك والكيل بمكيالين. حوار مهم جدا في جزءنا الأول. الجزء الثاني أزمة تلميع الجعان. وفي الجزء الثالث جماهير الزمالك تؤدب شوبير. حوار مهم في الجزء الثالث. الدكتور سيد يؤدب الجعان وابوه. حوارنا في الجزء الرابع. واخيرا فقرتنا المحببة، فقرة الفلاسة. دي الحاجات اللي هتبقى معانا النهاردة. ارجو بقى ان كل الناس اللي معانا نعلى باللايكات، والناس اللي على اليوتيوب السبسكرايب وتفعيل زر الجرس. وانا بعتذر لحضراتكم، ولكن المرة دي يعني العذر في تالية، يعني هي اللي اخرتنا. كان عيد ميلادها النهاردة، وطبعا كل الناس بعت مباركات كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير. الناس بتقول الصوت تمام يا ابو طه، يعني واضح ان المشكلة من عندك انت. ويلا بينا نبدأ بجزئنا الأول. إرهاب جماهير الزمالك والكيل بمكيالين. النهاردة صدرت عقوبة لجنة المسابقات. العقوبة المتوقعة طبعا. هم اعتبروا انه الجعان مين؟ زيزو. اعتبروها شتيمة، واعتبروا كمان، يعني ما بحبش اقول الاسم، يعني انه جماهير نادي الزمالك جابت اسم زوجة زيزو، يعني اعتبروا ده برضه شتيمة. وطبعا هم اعتبروه شتيمة في الرابطة. في الجمهور طبعا القطيع ده معتبرينه بقى خطف الأعراض وقصص وحوارات وحواديت والخائط في العرض. وبص عملوا بقى محاكمات ونصبوا مشانق ونصبوا نفسهم كلهم شيوخ في الأزهر. وشوفنا طبعا ايه كلام من ده يعني. فماشي، هنعتبر ان ده سب وهنمشي معاه. مع ان
كان كلمني النهارده احد الاصدقاء يعني معالي المستشار شريف سلام، كلمني النهارده لفت نظري لحاجه مهمه جدا. قال لي هو في السب والقذف مين قال ان زيزو المقصود بيه احمد مصطفى زيزو؟ يعني احنا هنفترض، مع ان الراجل اكد ان الجعان دي مش شتيمه يعني مش سب وقذف، وده راجل رئيس محكمه جنايات يعني. طيب الجعان شتيمه يا سيدي، يعني الجعان مين؟ زيزو. مين قال ان زيزو ده هو احمد مصطفى زيزو؟ ما زين الدين زيدان بيقولوا له يا زيزو، محمد زيدان بيقولوا له يا زيزو، عبد العزيز عبد الشافي بيقولوا له يا زيزو. مين قال انهم يقصدوا زيزو ده يعني؟ مين قال انهم يقصدوا احمد مصطفى؟ فهي طبعا هما اللجان بتاعت جمال قرني والضغط والبتاع كان لازم جمهور نادي الزمالك يتعاقد. طب يتعاقد مفيش مشكله. جمهور النادي الاهلي ما تعاقبش ليه على شتيمه حسام حسن؟ عارف ليه جمهور النادي الاهلي ما تعاقبش على شتيمه حسام حسن؟ عشان مراقب المباراه، ومش هقول اسمه وعارف اسمه، اهلاوي حمى، اهلاوي حمى. وادخل يا باشا على بروفايله كده، دخلت انا خدت جوله كده على بروفايل، صوره كلها مع شوبير، مع عم حارس جوه النادي الاهلي، صوره كلها جوه النادي الاهلي. ده مراقب المباراه اللي المفروض مؤتمن ان هو ينقل كل شيء بيحصل في المباراه. طيب انا عايز اقول لك ان في وجود هذا المراقب الغير امين على الشغله، يعني راجل غير امين، راجل لو بيقبض، انا ما اعرفش مراقبين المباراه دول بيقبضوا يعني بيبقوا تعيين، يعني هو بياخد فلوس، لو بياخد فلوس يبقى فلوسه دي حرام، لانه راجل غير امين. لانه جمهور النادي الاهلي شتم حسام حسن وهو ما كتبش في تقريره. طب هل دي حجه؟ لا مش حجه. طب ليه يا عم احمد مش حجه؟ لانه يا باشا في الماده 46 من الفصل السادس من لائحه رابطه الانديه، الماده 46/9 او البند 46/9 بيقول ايه؟ بيقول يجوز لاداره المسابقات ان تطلب من لجنه الحكام تقارير منفصله من الحكام المساعدين والحكم الرابع في المباراه في حاله وجود مقتضى لذلك، وتكون تقاريرهم من ضمن التقارير التي تعتمد عليها إدارة المسابقات للبت في أحداث المباراة. يعني تقارير يعني لجنة المسابقات مصر كلها اتكلمت في المشكلة اللي حصلت ما بين حسام حسن وما بين جمهور الأهلي. حسام حسن نفسه نزل اعتذار انه احتفل قدام جمهور النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي شتمه بعد ما احتفل ونزل بيان اعتذار. فمصر كلها عارفه ان في حدث حصل ما بين جمهور الاهلي وما بين حسام حسن. ليه الساده الخدامين في رابطه الانديه ما طلبوش تقرير من حكم المباراه زي ما البند 46/9 في الماده 46 في الفصل السادس من لائحة رابطة الأندية بتقول الكلام ده؟ ما عملوش كده ليه؟ عشان خدامين. ما عملوش كده ليه؟ عشان بيكيلوا بمكيالين. طب هل الكلام ده يتسكت عليه؟ هل الكلام ده يتسكت عليه؟ فين بقى السادة أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك؟ فين الرجالة اللي عندنا؟ هل في حد هيرد على المهازل دي؟ جمهور ما سبش، لم يسب، وتم معاقبته ب100,000 جنيه غرامة وتحذيره، والمرة الجاية هيتوقف الحضور. وجمهور سب وشتم، ومراقب مباراة ما عندوش ذمة ولا ضمير
لا عنده لا ذمه ولا ضمير، وفلوسه حرام اللي هو بياخدها كل يوم. ما كتبش في تقريره، فنعمل ايه؟ نغمض. طب ما انت عندك بند، ما انت عندك بند في اللائحه بيديك الحق ان انت تطلب من حكم المباراه، ايه يا عم طارق مجدي سمعت سب؟ اه سمعت. لا ما سمعتش. ايه يا عم الحكم المساعد؟ ايه يا عم الحكم الرابع؟ ده البند اهو 46/9 اللي انا قريته لحضراتكم في منشنولي. طيب اللي بيشتم ده منشنولي في رابطة الأندية. طيب ندخل بقى على جزئية تانية مهمة، قصة الإرهاب بقى. المحامي المبجل الأستاذ أشرف عبد العزيز أقوى محامي في مصر والوطن العربي، بيعمل إيه؟ عشان بس ألخص لكم القصة، بيعمل كارت إرهاب. كارت إرهاب في إيه؟ ابعت امك تغطينا مصطفى، ابو مصطفى وكريم رجب. ابعت ام مصطفى، ابعت ام مصطفى وكريم تغطيني. بيقول لي اتغطى ونام، يعني ما بعرفش اتغطى غير اما تيجي هي تغطيني، فابعتها لي بعد اذنك، يعني هي عارفه العنوان. بيعمل ايه بقى الاستاذ اشرف عبد العزيز؟ كارت ارهاب. قال لك هنروح وهنجيب الكابوهات، وتقدمنا للنيابه العامه. تقدمت للنيابه العامه تقول لهم يا هندسه، على راي كريم عبد العزيز في الباشا تلميذ. قال له يا باشا حد يروح يفضح بنته في وسط الصلاة والمخبرين؟ هتروح تقول لهم يا حبيبي؟ بيقولوا ايه؟ بيقولوا على حماده جعان. طب جعان يا عمي، انا هاجي في ايدك يعاقب عليها القانون يا سيدي. طب مين قال لك انهم يقصدوا حماده؟ ما في 90,000 زيزو، في 90,000 واحد في مصر، ولا 100,000 واحد في مصر اسمهم زيزو عادي يعني. انا اخو مراتي اسمه زيزو عادي. في بقى مليون واحد اسمه زيزو. مين قال لك انهم يقصدوا ده؟ دي نقطة. النقطة التانية، مين قال لك انهم يقصدوا زوجته؟ هو خلي بالك اشرف عبد العزيز بيعمل كده وعارف انها قضية خسرانة، ومش هيمشي في القضية اساسا. هو اصلا مش هيمشي في الموضوع. بس هي النقطة في ايه؟ النقطة ان هو قال كده بيعمل لهم يعني كارت ارهاب، ومش هيجيبوا سيرته تاني، يعني مش هيقولوا الجعان تاني. الله خلينا نشوف هل العيال فعلا هتخاف ولا مش هتخاف. انا بطمنهم، وانا راجل سائل مش بتكلم كده يعني، مش طالع بقول لك كده، انا مش بتاع قانون بس بنعرف نسأل يعني، وبنعرف نوصل. يمكن بقى والله وجهة نظر برضه. هاني احمد بيقول لك ايوه بس مفيش جعان غير زيزو اللي احنا نعرفه. والله هو لو قال كده في النيابه خلاص، يعني لو الاستاذ اشرف قال مفيش جعان غير موكلي فخلاص، يعني هو الراجل اللي قال يعني هو هيتسال، يعني هو مفيش جعان غيرك، لو قال خلاص نحاكم العيال بقى وخلاص. ما في، هو نفسه بيقول مفيش جعان غيره، فهنقول له ايه؟ هو أدرى. فده اللي حاصل. بس يعني خلينا في الماتشات الجايه نشوف ايه اللي هيحصل. الجزء الثاني بقى والمهم، ازمه تلميع الجعان. الحقيقه انه انا عكس جمهور نادي الزمالك كله. الناس كلها زعلانه من يعني مثلا صفحه رابطه الانديه النهارده منزله الايه؟ الاتنين اسيست بتوع الواد الجعان. كل طبعا صفحات يلا هيصه كل بص كله شغال في بقى عمل اتنين اسيست، ضربه ركنيه وفاول.
ضربه ركنيه وفاول. اسست ايه؟ محسسني يعني ان لم 9 10، لم الفرقه كلها وعمل ثرو باس من بتوع ميسي، ماشي كده اقول لك اسست. انما واقف لي عند الرايه ورفع كوره اتلعبت جت جول. والله ما انا فاكر مين اللي رفع، الواد علي الفيل اللي جاب الجون الثاني بتاع مودرن سبورت. هو مين اللي رافع له الكوره؟ عشان انا مش فاكر يعني. طب احنا ليه ما بنزيطش الواد اللي ده ونقول اسيست يعني؟ ما هي ركنيه زي الركنيه بتاعت اللي الاهلي جابها، وزي الفاول اللي الاهلي جابه. بس طبعا يعني هل مثلا رابطه الانديه، هو والله مين حد فاكر مين اللي رفع الركنيه بتاعت مودر اللي علي الفيل شمعها في المقص؟ والله ما حد فاكر. طب ليه رابطه الانديه مثلا ما جابتش الولد بتاع مودرن سبورت اللي رفع الركنيه؟ ما هو ده رافع ركنيه جت جون، وده رافع ركنيه جت جون في نفس الماتش. يعني ليه الواد ده ما يتصيدش مثلا يعني؟ ما اعرفش مين والله، حد يقول لي لو حد فاكر مين اللي رفع الركنيه يقول لي. يلا ده على الدائري يلا. اللاعب اللي جاي من انبي الباك اليمين اسمه ايه فكروني؟ الباك اليمين عارف. طب ليه ما حدش زيط الواد ده مثلا؟ علي فوزي، الناس قالت اهو. ليه ما حدش صيط علي فوزي ما رفع ركنيه وجات جول؟ ولكن هما يعني التعليمات بتيجي، احنا الواد ده جايبينه فترته زي ما حصل مع كهربا، كان متصدر هو كل حاجه، وزي ما حصل مع امام حاليا الواد ده خد الايه؟ وخلي بالك انا سعيد والله عكس كل الزملكاويه، انا مبسوط خلي بالك، لانه الكلام ده بيشيل هناك، والنفوس اساسا شايله، ما مش طايقين بعض هناك، فالنفوس اصلا شايله. فاما تيجي بقى انت تشيلني بزياده يعني. شفتوا قفشه قال ايه مع ابراهيم فايق؟ قال له يا عم انا ببقى متهان في الملعب وعامل اسيستات وانا اللي بلعب الفرقه، ولا يوم بيروحوا يدوا مان اوف ذا ماتش اللاعب تاني. وقلب المثل في مباراه نهائي الكاس بين الزمالك والاهلي نفس القصه، قال لك كنت انا مكسر الدنيا في الماتش وراحوا ادوها اللاعب تاني. اللاعب التاني ده مين؟ امام عاشور. فقفشه شايل وبعبع وعلى الهواء مباشره، فما بالك باللي جوه النفوس ايه؟ اللي ما اتقالش ايه؟ يعني واحد زي الشناوي ده واخدها فحت ورد، ما يجي يلاقي الواد الجعان ده متصدر لكل حاجه، صور القايمه موجود، صور البرومو التقديم موجود، في الماتش على القناه في تقديمه الماتش على القناه موجود، الصفحات كلها يلا هيصه وصفحات تحت السلم والرابطه والكلام ده، البوسترات كلها صورته هو. فواحد زي الشناوي واخدها فحت ورد بقاله 7 8 سنين ملوش صوره، هيقول لك وانا كابتن الفرقه وكابتن النادي، والمفروض اصلا الصور دي دايما بتبقى الكابتن الفرقه باعتباره هو الكابتن. فلما وكمان بيلعبوا على الواد ابن شوبير، لا ده انا اشوف حالي بقى. فكل اللي حاصل ده بيشيل النفوس اكتر ما هي شيء. خلي نزلوا صور واعملوا له بوسترات، بصوا علقوا صوره على العمارات وعلى الدائري، على الكباري بتاعت الدائري، والله علقوا عشان العيال اللي بتطلع دي، العيال اللي بتركب الدائري دي تلاقي حاجه تتسلى فيها. علقوا لهم صور الجعان على الدائري، علقوها في كل حته. انا سعيد والله، انا عن نفسي غير معظم جمهور نادي الزمالك، انا سعيد باللي حاصل ده. يكش علقوها له على باب النادي وما بيتكلموش عن اصحاب الاهلي. ايوه والله صح. مين اللي قال الملاحظه دي؟ مصطفى سيد. ده سابوا ياسين مرعي. طب ما ياسين مرعي لسه جاي هو كمان، ولسه لاعب جديد في الاهلي. سابوا ياسين مرعي وسجل هدف الاول مين؟ واحمد رضا برضه لاعب جديد.
ده ما حدش تف عليهم حد. الا ما حد تف عليهم حد. سايبين الاثنين يعني اللي سجلوا الاهداف وقافشين في مين؟ والواد ياسين مرعي اللي خد مان اوف ذا ماتش سايبينه وماسكين في مين؟ في الجعان ابن الجعان. ولا تريزيجيه؟ تريزيجيه بقى ابن النادي اللي طب شعور تريزيجيه ايه والله؟ صح، ده راجل كان في اوروبا واشترى النادي الاهلي وتنازل عن نص مرتبه وكل هذا، واللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما تعيش البلاد ولا لاجل ما يعود النهار. الواد تريزيجيه اللي ضحى لاجل وطنه وعاد لنادي ابن النادي. ابن النادي يعمل ايه؟ والله انا عايز احط نفسي مكانه كده. بقى يبقى انا جاي مكسر الدنيا في اوروبا وراجع، كنت في الدوري الانجليزي وجيت على الدوري التركي وبعدين الدوري القطري ومكسر الدنيا والصفقه اللي ياما هنا ياما هناك، ويجي عيل جعان ابن جعان ياخد الاضواء والشهره مني. والله عيب في حق الولد تريزيجول الصراحه يعني. مش عارف. جماهير الزمالك تؤدب شوبير، حوارنا في الجزء الثالث. شوبير يا عيني لسه ايه؟ لسه بيصيح. قال لك ايه بقى؟ قال لك النهارده رابطه الانديه بتوقع عقوبه على نادي الزمالك 100,000 جنيه بسبب السباب الجماعي. ليه السؤال بجد؟ قول يا شوشو. هي الغرامات اللي بتتوقع على الانديه دي بتدفع بجد؟ بتدفع ولا هي عقوبات بتتقال؟ وهل ينطبق ده ولا لا؟ ما عنديش فكره بصراحه. طب انا اقول لك على حاجه يا شوشو. في مباراه الانسحاب الشهيره تم تقدير الخسائر اللي جت من وراء انسحاب النادي الاهلي ب4 مليون دولار. يعني وقتها تقريبا كانوا عاملين 200 مليون جنيه. مش عايز اقول لك بقى ال 200، يعني احنا علينا حيالله 100,000. يعني احنا يا شوبير لو عملنا القصه دي في 10 ماتشات هتلاقي علينا مليون غرامه. انتوا يا شوبير عليكم 200 مليون. انا معاك في السؤال والله مش معاك. ده انا هسأل نفس سؤالك يا شوبير. تفتكر بقى الفلوس دي بتدفع ولا ما بتدفعش؟ يعني ال 200 مليون دول بيدفع ولا لا؟ يا عم لو على 100,000 اما يبقوا يكملوا مليون يبقوا خدوهم على بعضهم عشان مش مستاهله. يعني 100,000 مش مبلغ يعني. ابقى اكلمك في 200 مليون جنيه وهستعير بعد اذنك يعني. هستعير سؤالك. الفلوس دي بتدفع يا شوبير ولا ما بتدفعش؟ نفسي حد يرد. المهم ان جمهور الزمالك عمل هاشتاج النهارده كان الاول على تويتر مصر اسمه شوبير سرطان الرياض. رد قاسي الحقيقه، وانا بحيي جمهور الزمالك وعايز احيي حد الحقيقه من جمهور الزمالك واعلام الزمالك. كابتن محمد صبري. الكابتن محمد صبري مسك الجعان الكبير النهارده على قناه نادي الزمالك نجد. وقع قدامي فيديو عيل ذكر الصراحه. فانا بحيي الحقيقه محمد صبري نجم نادي الزمالك. مسك الجعان الكبير النهارده ظبطه. وقلما الواحد يشوف على قناه الزمالك حد بيتكلم بهذه الجرأة والحرقة والحقيقة بالأدب وبالذوق وبالأخلاق. ظبطه الصراحة. فأنا بحيي كابتن نادي الزمالك ونجم نادي الزمالك الكابتن محمد صابر. وبحيي جمهور نادي الزمالك لتأديبه لشوبير وتصدر الهاشتاج لإكس مصر أو تويتر مصر شوبير سرطان الرياضة. بحييهم جدا. الجزء الرابع بقى الدكتور سيد يؤدب الجعان وابوه. طبعا شفنا الجعان وهو طالع بيقول لك ايه؟ لا خلي بالك لو ما عرفتوش تحموا ابني هدور له على اجيب له عرض احتراف من بره، خلي بالكوا يعني. فطبعا كلام اول حاجه بيبين ان قد ايه الواد ده مدلل، وبيبين قد ايه ان الواد ده قاعد
وحاطط رجل على رجل، ورجله في وش التخين في النادي الاهلي من اول ادخن راس لحد عم حارس. ده معنى والد جعان، يعني ان الجعان كبير يطلع يقول ان انا لو النادي الاهلي ما حماش الجعان الصغير ابني هشوف له عقد احتراف بره. دي قله قيمه للنادي الاهلي. ده نادي هفق كده. ده انت كده متعاقد مع نادي هفق ملوش رأي. يعني انت اللي بتقول انا اللي اقعد وانت اللي بتقول انا اللي اطلع. ده هفق. هل حد رد؟ هل حد فتح بقه؟ مين اللي طلع يا باشا واتكلم النهارده؟ الدكتور سيد. قال ايه الدكتور سيد؟ قال لك من الممكن ان نقبل تعليقه، لان الهتافات سيد عبد الحفيظ عن تصريحات والد زيزو بعد هتافات جماهير الزمالك ضد نجم. من الممكن ان نقبل تعليقه لان الهتافات متعلقه باسرته. يعني احنا ممكن نقبل كلامه، لكن في النهايه هناك نظام، وطالما الحدث يخص لاعبا بالنادي الاهلي فمن له حق الرد هو النادي الاهلي. يعني ما تبعبعش كتير يا جعان، بطل بعبعه كتير يا جعان، والنادي الاهلي هو المفروض يطلع وهو المفروض يرد. طبعا انا زي ما قلت لكم انا مبسوط بكل حاجه بيعملها الولد جعان، كان الصغير بقى ولا الكبير. ليه؟ لانه في حاله استجابه. بنكشك بتتناكش وتستجيب. هسيبك؟ لا، زود العيار شويه. المره اللي فاتت عملت كده، المره الجايه ما انت بتيجي معاه سكه. الدكتور سيد بيتكلم. يعني انا بحس دايما ان الدكتور سيد تحس ان هو عنده ايه، يعني سنة كرامة عنهم شوية. يعني طبعا هم عشان ايدهم في النار. يعني هل يجرؤ مثلا الفنان يرفع سماعة التليفون على الجعان الكبير ويقول له يا جعان عيب، يا جعان عيب، انت بتتكلم على نادي كبير؟ يعني ايه هتجيب له عرض بره وتمشي؟ يعني هو نادي هفق للدرجه دي؟ والله عيبه والله في حق النادي الاهلي الصراحه. يعني عيبه في حق النادي الاهلي انه قاعد يطلع يقول لك اجيب له عرض في اوروبا ويمشي، ولا كانه مثلا النادي ده ملوش اي 30 لازمه، كان القرار في ايده هو. شيء غريب يعني. اخيرا بقى فقرتنا المحببه، فقره الفلاسفه. يقول البرطمان، قال لك ايه بقى؟ قال لك انا مش هوجه كلامي لطه عزت، لان المتوقع ان طه عزت كان هيطبق اول بند في عقوبة السباب الجماعي غرامة 100,000 جنيه، واللي كان مستني غير كده يبقى بيهزر. طب نستنى ايه طيب يا برطمان؟ يعني انت كنت مستني ايه مثلا؟ انما كلامي للرابطة، لو اللي حصل ده مش هو اللي هيحرك بسرعة وفورا عشان توصل رساله وتحمي اللاعب وتطبق الماده. معلش هو ايه اللي حصل؟ يقول لك لو اللي حصل ده، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ جمهور قال الجعان مين؟ زيزو، وقال هتف باسم زوجته. ايه اللي حصل؟ شتمها، خطف عرضها. حد قال مثلا ان ايلا دي مش بنت زيزو عشان مش شبهه زي ما اتقال مع شيكابالا؟ حد لبس كلب تيشيرت زيزو؟ حد راح المقابر عند زيزو هناك؟ حد عمل الكلام ده؟ حد قال زيزو يا فتاك يا ابن المرأة مش عارف ايه؟ حد قال الكلام ده؟ فين بقى الخوض في الاعراض؟ حد قال ام زيزو ولدت يلا نروح لها ناخد درع الدوري ونحطه في مش عارف ايه؟ وكل الكلام ده اتقال في حق شيكابالا. هو ده بقى اللي خوض في الاعراض. وتطبق المادة 31 اللي بتدي ليك الحق في حالات محدودة من تجاوزات الجماهير انك تتدخل بشكل مباشر بعقوبات تصل لمنع الجمهور من الحضور لعدد مباريات معينة او لنهاية الموسم. ليه بقى ان شاء الله؟
يلا ركبنا الدائري، ركبته الدائري يا استاذ الفونس. لو اللي اتعمل ضد زيزو مش هي اللي كنت هتتدخل فيه كرابطه، يبقى هتتدخل امتى؟ وقول لي ايه اللي اتعمل. هم عملوا معاه حاجه؟ والله انا بدات اشك. حد عمل حاجه؟ حد هنا يا جدعان كان في الماتش ولا حاجه؟ حد عمل حاجه؟ حد خد الواد تحت مدرج ولا حاجه؟ لا يكونوا عملوا حاجه. ما انا الكلام اللي قدامي ده بيقول ان في حاجه. والله انا الكلام ده مش قصه جعان، ده مش موضوع جعان، ده في حاجه حصلت. في حد عمل حاجه؟ اللي عمل حاجه يقول. لو حد عمل له حاجه يقول. بيني وبينكم طيب، يعني مش هقول لحد. انتوا متخيلين ان اصلا الجمهور ما تعاقبش؟ والله ما تعاقب. ده النادي اللي تعاقب ب100,000 جنيه. طب على الاقل النادي تعاقب ب100,000 جنيه. انت شتمت حسام حسن خدت ايه؟ قال بجحة. قال لك حملة من الترهيب عشان الناس اللي بتقول الغلط غلط، بتقول على الغلط غلط والعيب عيب، زي الكابتن شوبير كده، يعني راجل حقاني ما يعرفش بص في الحق، ما يعرفش في الحق. ابوه الكابتن شوبير عنده راجل بيقول على العيب عيب والغلط غلط كل حاجه. لا للمرة المليون هنفضل نقول الخوض في حرمات الناس والتعرض لأسرهم وبيوتهم هيفضلوا غلط وعيب، واللي بيدعم ده ببيانات هو اللي بيحرض وبيساعد ده وبيحميه. حد غلط في أهل بيته؟ حد خطف عرضهم؟ هو احنا ما ينفعش ان احنا نقول ان الموضوع ده خطأ عادي؟ ده ايه النادي اللي قطته جمل ده؟ ده ايه النادي اللي كل حاجة فيه تبقى قطة يعملوها جمل؟ هو ما ينفعش ان احنا نقول ان والله يا جماعة الكلام صحيح مش عيب ومش حرام، ولكن والله يا جماعة احنا عاداتنا وتقاليدنا كمصريين بتمنع ان احنا نتداول اسم الستات على العامة، وبناء عليه يا جماعة ما يصحش اللي حصل ده. انما لا، ويخوضون في الاعراض ومش عارف ايه، وما حدث بحق زيزو لن يمر ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في حق زيزو؟ هتشككونا ليه؟ بدأت اشك وانا عملوا له ايه؟ هات كاعراض ولا حاجه حد عمل له؟ فده اللي حاصل للأسف، وده قدرنا ان احنا بنتعامل مع هذه الشخصيات. الرابطة مش بتنفذ العقوبات الا على الزمالك طبعا. كل ده عشان الاهلي والله العظيم دوشة. بس خلي بالك يا استاذ الفونس، يعني هي دوشة ممتعة زي ما انا قلت لكم قبل كده. دي دوشة ممتعة والله. انا الصراحة استمتعت. ان شاء الله ربنا يكرمهم ويتعادلوا مع فاركو كمان الماتش الجاي، ونكمل اسبوع اخر من المتعة. انا بسعد دايما بوجودي مع حضراتكم. ليلتكم زي الفل، تصبحوا على خير.